الخالة ملك أم علاء هي والدة وحيدها الشهيد، وبنتها أيضاً يلي استشهدت بغارات طائرات نظام البائد في السنوات السابقة. اليوم الخالة أم علاء بوضع صحي مزري. خلونا نشوف مع بعض إيش حالتها وإيش الأشياء يلي هي بحاجتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليك العافية يا أمي. الله يعافيكم يا رب إلهي. إيش وضعك الصحي بالضبط؟ وضعي الصحي سيء والله، ما بحسن أقوم، بضل حاني ظهري، ما بحسن بتحرك. إذا ما شدوني على الوضع حاجي برجع، لأن معي انحناء عمود الفقري كلياته. العمود صار لي هلا بيجي شهرين عم بعاني منه، وما عم بحسن، وعم باخذ أدوية ما عم بستفيد. بالآخر صورنا، رحنا على دكتور صورنا أن هذا شلل نصفي ترى، بس ما عملتها بركت في أرضها خلص ما بقى تقوم. ليش لحد الآن ما عملت العملية؟ إيش سبب؟ ما في موضوع مادي، هذا هو اللي مأخرنا. اللي هو قالنا الدكتور هون بإدلب، قالنا بأسرع وقت فت لعند الدكتور هيك، ما إنه ماشي. طيب تقريبا تكاليف العملية يعني؟ من 2500 هاي، من عدا المبيت ومن عدا الأدوية من عدا العلاج. ليك العافية إن شاء الله. الله يعافيكم يا رب. طبعا الخالة أم علاء تحتاج حاليا لعملية تثبيت فقرات في الظهر. تكلفة العملية مثل ما ذكرت الخالة تقريبا ما بين 2000 لل 2500 دولار تحتاجهم لحتى تجري العملية. فاليوم نداءنا من عند والدة الشهداء لكل حدا ممكن أنه يمد إيد العون لحتى ترجع بصحة وعافية. نداءنا للحكومة السورية، للمنظمات الإنسانية، لكل حدا قادر على أنه يقدم، فما يبخل بهذا الأمر. لأنه اليوم نحن وصلنا لهاي المرحلة اللي وصلنا لسوريا الحرة بفضل الله عز وجل، ومن ثم بفضل الشهداء يلي قدمت أرواحها، بفضل أمهات وصبر أمهات الشهداء، بفضل أمهاتنا يلي صبروا علينا طوال هاي السنوات. فيا ريت ما حدا يبخل اليوم على أم الشهيد.